هذا الملف راح نتحدث به خلال الوقت القادم مع ضيفي المحلل السياسي الأستاذ نصير الدليمي، ضيفي من الأنبار. أهلا وسهلا أستاذ نصير. اهلا وسهلا بك استاذ غسان. شكرا المنبر وجمهورك الكريم. شكرا جزيلا لحضورك معنا هذا اليوم. استاذ نصير، معقوله الاطراف السنيه ما تستطيع ان تتفق على شخصيه وطنيه ان تكون هي باستحقاق المكون السني وتشغل المنصب احسن مما يبقى شاغر هذه المده كلها؟ يعني عجزت القوى السنيه ورجالات المكون السني، لان هو الكلام هيك صار مو طائفيا، لكن هذا هو الاستحقاق الانتخابي والمحاصصه على هذا الاساس. هل عجزوا فقط وغابت الثقه ان يخلون الثقه في شخص معين ليدير هذا المنصب؟ اولا تحيه لك وعلى شكرا. هذه المحاور الحساسه اللي تخلينا احنا كنخب وباحثين في الشأن السياسي حقيقه عندما نسوي مراجعه بسيطه سنه وجاي نشوف خلق الازمات مفتعل. قبل هذا تتذكر كانت خلق ازمه في رئاسه الوزراء. نعم. وهذه ما جت من فراغ. اجت بفواعل سياسيه مرتكزه على نظام سياسي اقل ما نقول عنه هو اكسباير بصراحه. نعم. ليش؟ احنا ما ندقق بالشخوص كمختصين بالجانب. نشوف 20 سنه صار لنا هذا النظام الديمقراطي، ولا دنا طائفيه، ولا دنا ازمات، ولا دنا عدم ثقه، ولا دنا انسدادات سياسيه في المناصب الحساسه، ولا دنا عدم توازن. بالتالي الخلل يا اما في النظام نفسه او في ممارسات النظام. هذا النظام نشوفه ناجح في بقيه الدول، لكن ليش ما نجح بالعراق؟ لازم نسوي مراجعه، يا اما نغير النظام او نغير الشخوص. واذا غيرنا الشخوص لازم نغير نظريات علي الوردي كلها ونحلل الشخصيه العراقيه، وهذا صعب جدا. لازم نرجع نشوف النظام يليق مع الشخصيه العراقيه وازدواجيه الشخصيه العراقيه. بس نجح الاطار بتعطيل هاي العمليه بانه يخلق هذا الشرخ الكبير اللي تحدث عنه. اذا ما دام الاطار نجح، مسك السلطه، مسك القرار، مسك المال، اذا العاتق الاكبر لتبني هذا النظام ونجاح هذا النظام يقف على قوى الاطار التي ترتكز ايديولوجيا على نظريه ولايه الفقيه. ليش ما نجحوا؟ لازم نسال نفسنا السؤال: الخلل بالنظريات المتبنيه ام بالاجندات ام بازدواجيه ما بين الطائفيه والوطنيه؟ هذا ايضا لازم نراجعه كمراجعه دقيقه. طيب خليني اجي وياك على ازمه رئاسه مجلس النواب اللي هي عرفا استحقاقا للمكون السني. طيب احنا كمكون سني